المدرب زاوي كريم. شفنا مؤخرا شبيبة الثورة كانت خارج المنافسة لأكثر من 15 يوم. واش أثرت على اللاعبين؟ هل أثرت على مردود اللاعبين، على ذهنية اللاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحضيرات تحضيرات عادية، نحاولوا نرفعوا من معنويات اللاعبين بعد الفترة هذه، فترة راحة طويلة، وصعيب شيء باش تعاود اللاعبين يعاودوا يسترجعوا إمكانياتهم الذهنية النفسية، لأن يبقاو يتدربوا بلا منافسة. هذا الشيء راح ينقص شوية من المعنويات تاعهم، ولكن الحمد لله المجموعة راهم صابرين ويعملوا بكل جدية، ورانا نحضروا المباراة بارادو اللي مباراة صعبة وراح نلعبوها خارج ميداننا، لكن احنا عندنا كلمة تاعنا في هذه المباراة، راح نلعبوا بكل عزيمة وبكل روح باش ان شاء الله نجيبوا نتيجة إيجابية راح تسمح لنا باش ان شاء الله باش نكملوا البطولة تاعنا بقوة. اولا احنا تكلمنا على البقاء، الحمد لله بقات لنا 3 نقاط، ان شاء الله نجيبوا 3 نقاط باش نكونوا دائما الهدف تاعنا هو نكملوا البقاء تاعنا، وبعدها بعد المباريات الاخرى راح تكون عندنا كلمه اخرى باش نكونوا لما لا نكون في البوديوم، لان كل المباريات حتى ولو مباريات صعبه، ولكن احنا راح بكل عزيمه ان شاء الله راح نشرفوا. عزيز، تحضيرات على قدم وساق للمباراه القادمه امام اتلتيك بارادو. التحضيرات كما راك تشوف راهي تجري في ظروف جيده، وراهم حاطين ستاف في احسن الظروف، وندربوا بكل عزيمه ان شاء الله بنروحوا لبارادو بنجيبوا لي 3 ان شاء الله يا ربي، وتخلينا نقدموا شويه بوديوم. وكيفاش راهي المعنويات؟ انا تري مليحه اخويا، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. التحضيرات تجرى في امور جيده الحمد لله، ليكيب كاري واعي بالمسؤوليه والمباراه اللي تنتظر فينا، وان شاء الله نروحوا لبارادو باش نجيبوا نتيجه ايجابيه. بعد ما شبيبة الثورة كانت خارج المنافسه لاكثر من 15 يوم، الفريق كيفاش كان في هذه المرحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سي فري كما يقول لك المطرب هذه طولت شويه، مي الحمد لله وين كنا نبريباريو كما يلزم الحال مع لو كوتش والستاف تكنيك. كما راك تشوف التحضيرات راهي تجري في ظروف جيده، ورانا نحضروا المقابله تاع بارادو، وين ان شاء الله كما يقول لك راهو باش نديروا ريزلطات معروف ونكونفيرميو النتيجه تاعنا مليحه ان شاء الله يا ربي.